الاستفسارات الخاصه تحديدا بتكريم بوشكاش وهيديكوتي ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي، ترتيبات الاتحاد ان شاء الله لهذا التكريم. شوف، هو طبعا السيد سفير المجر جه اجتمع بالكابتن سمير زاهر النهارده، واتفقنا على ان بمناسبه زياره رئيس الوزراء المجري لتوقيع اتفاقيات في التعاون بين مصر والمجر. الراجل ده لعيب كوره، رئيس وزراء المجر، ويعشق الكره المصريه، فشاف ان مستر هيديكوتي وكابتن بوشكاش لهم تاريخ في مصر برضو، لان عملوا في النادي الاهلي وفي النادي المصري البورسعيدي، فشاف ان هو عايز يكرمهم ويخلد اسمائهم في مصر، فطلب تكريمهم في اتحاد الكوره. فكابتن النائب سمير زاهر وافق على هذا، على اساس يكون التكريم يوم الاحد القادم ان شاء الله الساعه 7. سؤال خاص بالوكلاء اللاعبين 2012، يمكن الاتحاد الدولي هيقرر منعا باتا لوكلاء اللاعبين التدخل في الصفقات الخاصه باللاعبين. شايف حضرتك الرؤيه ازاي، وهل الاتحاد المصري هيتعامل معاها ازاي مع وكلاء اللاعبين المصريين في الموسم القادم؟ الاتحاد هيتعامل مع الوكلاء من خلال رؤيه الاتحاد الدولي، من خلال الضوابط اللي هيحطها الاتحاد الدولي هيتعامل الاتحاد المصري من خلالها مع وكلاء اللاعبين كما يتراءى الاتحاد الدولي. وكلاء اللاعبين 2012 ليس لهم وجود على الساحه الكرويه، شايف حضرتك النقطه دي ازاي، وكلاء اللاعبين المصريين هيتصرفوا ازاي، والاتحاد المصري هيتصرف معاهم ازاي؟ والله انا سعيده، لانه يعني يمكن هيزعلوا مني، لكن هم يعني بعضهم، يعني مش هنقول طبعا الكل لان ده عمل كل واحد بيقوم بيه، لكن كانوا فعلا من اسباب ارتفاع اسعار اللاعبين اللي بتمنى انه يبقى له سقف. يعني وانا يمكن كنت في البدايه اول تعييني قدمت للساده اعضاء المجلس طلب بحيث نضع سقف نحن ايضا للاعبين في مصر، بحيث يكون بناء على تواجدهم على الساحه الدوليه، يعني اللاعب الدولي غير اللاعب المحلي غير اللي حقق بطولات. لكن حاليا اي واحد يطلع بس يمسك او يحرز هدف عايز 3 و4 مليون. متى نرى الكره النسائيه المصريه على الساحه الافريقيه نقول، او العربيه او العالميه بصوره مميزه؟ هو المسؤول عنها دكتوره سحر الهواري، ويعني يمكن اكتر قدره مني لان انا ماليش دخل، يعني انا عضو مجلس اداره، لكن هنالك مسؤوليه بتقع على عاتقها فتسال في هذا والرجوع اليها. يعني الرؤيه العامه ان انا بتمنى زياده مساحه اللاعبات من خلال تواجد بقى الانديه الجماهيريه، يعني يمكن دي تدي يعني رؤيه اكبر واكتشاف مواهب، وايضا من خلال الجامعات ان برضو ننظر من خلال عندنا عدد كبير من الجامعات، ونسبه الفتيات في الجامعات نسبه كبيره جدا، فبرضو ممكن دي تكون اضافات. ده بجانب بقى طبعا رؤيه دكتوره سحر الهواري اللي هي على راس هذا